الذين يتصيدون بالماء العكر يقولون: أنتم الشيعة تقولون أن الإمام المهدي سلام الله عليه غائب، وسبب غيابه هو خوفه من الأعداء. يا جماعة، هذا الحكي من سولفة يضحكون علينا الناس. ترى الإمام المهدي ما عنده خوف. ليش يخاف؟ ايش عنده ويخاف؟ يخاف من القتل. هي راح تستمر، هي اليوم وباكر وقبل. القوة المادية أكثر من القوة الإلهية. يعني التيار الإلهي ما في يوم من الأيام استطاع أن يسيطر سيطرة تامة على الوضع. جيبها من آدم الرسول الله لسه. منو من الذين يدعون إلى كلمة الله ويدعون إلى هدف الله ظلوا مستمرين بقد استمرارية التيار المادي؟ ماكو. لازم يحدث بها انحراف، ولازم يصير تدخل من قبل التيار المادي لتحطيم هذه الفكرة الإلهية. يعني شلون أسولف لك؟ موسى سيطر، صح؟ تقول لي أخذ بني إسرائيل وكذا، سيطر، بس انحرفوا بني إسرائيل بعد ذلك. ربع عيسى، نعم صح. ربع رسول الله، صحيح ويا النبي، وشاركه وغزوات وحروب وكذا وكذا وكذا. أيوة، النتيجة هاي نتيجتها أصبحت الأمة شيعا وأحزابا. الإمام يخاف من بني العباس، زين خلصت بني العباس، اجوا البويهيين، يطلع بزمن الدولة البويهية ويقود الأمة. يطلع بزمن الدولة الصفوية، زين يطلع هسه يطلع بإيران، ويحافظون أهل إيران 95% من الشعب الإيراني شيعة، ومن يطلع لهم يقول لهم أنا أبو صالح يرحبون بي، أهلا وسهلا ومرحبا. يجي هنا بالعراق أطب بعيوننا، بس ما يرهم، مو هيك. الإمام لا يخاف القتل. وين طلع؟ زين من يقدر يحافظ عليه أمام القوى العظمى؟ امام القوى العظمى اخلي افرض يطلع بايران ويريد ياسس له دوله، منو اللي يخليه؟ منو؟ روسيا، بريطانيا، امريكا، منو؟ يمو انت اخذها بالعقل. هو مو يخاف القتل، لا، يقدر هو بذكائه وباتصاله مع السماء يقدر يدرأ هذا الخطر. بس هي الغيبة إلك، الغيبة ان كل ما طول مدة الغيبة كل ما راح يقصر تقصر المدة الكمال ما بعد الظهور. كل ما الغيبة طالت إن أحسن